السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا وفي أحسن حال. أولا لو صوتي مش واضح شوية عندي شوية برد. حبيت أعمل معاكم النهاردة ترمس العيد والحمص بطريقة سهلة وبسيطة خالص، وهتاكلوه بعد 5 دقايق بس من عمايله زي ما انتم شايفين كده. طريقة سهلة وبسيطة خالص ومفيش أسهل من كده. هتاكليه بعد 5 دقايق إن شاء الله من السوا بتاعه. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. سهل جدا، أنا انطلب مني في القناة فحبيت أعمله معاكم. زي ما انتم شايفين كده هننقع الترمس ليلة كاملة، يعني انا عملته من بالليل هسلقه الصبح عشان ما ياخدش معايا وقت ويطلع معاكي زي الفل. هتنقعيه، هتنضفيه كويس وهتغسليه كام غسلة كده وهتنقعيه ليلة كاملة لحد الصبح. دي طريقة اللي انا بعمله بيها من سنين وبيطلع معايا زي الفل. وهنا برضو الحمص نقعته ليلة كاملة، غسلته كويس ونقعته ليلة كاملة لحد الصبح، برضو هنعملهم الاتنين مع بعض في نفس الوقت. هنزل هنا بشوية ملح وهناك كمان بشوية ملح وشغل عليهم النار وهسيبهم لمدة دقيقتين بس. اول ما المية تغلي عليهم فورتين او 3 بالكتير هطفي عليه. وبعد ما اطفي عليه هسيبه في المية بتاعته، مش هصفيه ولا هغسله. هسيبه لمدة ساعة او ساعتين في المية بتاعته علشان يكمل سواه كده ويطلع طعمه حلو. طبعا من فوق كده بيبقى عليه شوية ريم، يعني بالمعلقة كده لميه. وبعد ما شايفين لونه بقى عامل ازاي، كله بياخد اللون واحد. وبعد ما يتسلق ما تصفوش من الميه ومش تغسليه، سيبيه ساعه او ساعتين في الميه بتاعته. وبرده نفس النظام الحمص، ما تشيلوش من الميه، صفيه بعد ساعتين او 3 واغسليه عادي. شايفين الحمص؟ طريقه سهله وبسيطه خالص. انتي بتنقعيه ليله كامله وبتغسليه كويس وبتسيبيه لحد الصبح وبتعمليه على النار فورتين 2 بس، مش اكتر ولا اقل. وبتسيبيه ساعتين 3 في المية الفايرة بتاعته. وبعد كده زي ما انتم شايفين بتغسليه كويس. شايفين؟ هنا عندي مية نظيفة خالص، انا غسلته كام مرة بعد السلق. هحط فيها معلقتين كبار من الملح. لو عايزين تحطوا شطة حطوا في المية عادي. لو مستحب ان انتوا تاكلوه كده حراق شوية ممكن تحطوا معلقة شطة او نص معلقة حسب الرغبة في المية ديت. ممكن لو حابين تحطوا شطة حطوا. هقلب كويس، هدوب الملح وبعد كده هنزل بالترمس كله في المية. ويا ريت لو مش هتاكلوه على طول تحطوه في التلاجة عشان الجو ابتدى يحرر، علشان ما يطلعش ريحة منك. وكل يومين كده غيري المية عليه، ما تسيبوش في المية دي لحد ما يخلص، لا كل يومين صفي المية بتاعته واغسليه غسلة كويسة وارجعي حطي معلقة ملح او معلقتين ملح. وحطيه كمان لو يعني هيفضل معاكي فترة حلوة كده حطيه في التلاجة. هنعمل هنا برضو الحمص بنفس الطريقة. هنحط معلقة من الملح في المية. مية طبعا نظيفة، والحمص غسلته كام مرة كده برضو بعد السلق. هدوب الملح كويس في المية وهنزل هنا بالحمص زي ما انتم شايفين كده. طريقة سهلة وبسيطة خالص، وكمان مش بياخد معاكي وقت خالص. انت بس انقعيه ليلة كاملة وهيطلع معاكي زي الفل. اتمنى من حبايب قلبي اللي ما شاركوش في القناة يشاركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم ان شاء الله، وانتم بصحة وهنا وفي احسن حال. معلش انا اسفة لو صوتي مش واضح شوية، شوية برد كده، ادعوا لي بالشفاء العاجل.